بچیک جلد خلکی دیدن تقولت أبا خلت نابید تو بکی خلتیجی گلی خشکو برا نابید انسان دائما آن دیوانت عام دانت عردت مظن دا بيجيت ديف موقفي تبيت انسان حسيب بك تبزاني ديچا و اخفتنا خا بيجيت كو ضرر مصدر چينه ببيتن بلكي نصيحتا باشتن چي ببيتن بجاش من هند گلی خشکو برا وقتی بسلمانا هكي ايكي خلتيه كير وكي ابو ذر جاره ما بيناوي وبلالي تيكشو انا قلت كرن رشي ما تخش بيت كير يعني تو عبدي انا پیغمبر عليه الصلاه والسلام قلت اعيرته بامي يعني شكرانجبيه رشا تدبيني او عيب او قصيريه قلت انك امرؤ فيك جاهليه افا جاهليته افا اسلام اسلام شو فرقنا كترش بي بصور بزربي او تشتكي خدي تعالى هريك برانجك بخل كيك الدار ان اكرمكم عند الله اتقاكم شرط تقوايا تو چندش خدي بترسي چند عملي تو بوديني خد كي چند تو عملي بخدي خد كي شرط او انا شرط او چرانج افتا اجبر هندي پیغمبري صلى الله عليه وسلم بني مدته في تشتي خركي وبني مدته نصيحته وكي الحسن البصري رحمه خدي تعالى ليبيتن بيجي قال بعض اصحاب محمد حسن البصري ايكش تابعيا بو قالك نزيكي الصحابه بو يعني قالك صحابه ديتو بس المهم ما بينوي وفاة پیغمبري فتره قالك كيم بو ايش صحابه حساب نبو ايش تابعيا حساب بو بس قالك صحابه توختوي ده هبون وديد بو البيجيتن صحابه پیغمبري عليه الصلاه والسلام افا خفتنا قلتها بجو الذي نفسي بيده إن شئتم لأقسمن لكم بالله إن أحب عباد الله إلى الله الذين يحبون الله إلى عباده ويحببون عباد الله إلى الله ويسعون في الأرض بالنصيحة بيجيتن أزبوها وسين خم خدي تعالى هذالت پیغمبری صلى الله عليه وسلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخفتنا قوتن شد قوت إن أحب العباد إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده بيجي تخشتي في ترين كس الدف خدي تعالى أو والخلكي كتحش خدي تعالى يعني تفعل خواهك والخلكي بكي حش إسلامي بكيت معنى خدي تعالى حشتك وقت تو فعلك كي تبزاني خلق كرب وكينش إسلامي وكير بزاني خدي تعالى حشتنك وقت تفعلك كير تزاني في فعل خلقي بترتر حش ديني خدي تعالى كير خلقي بترتر حش پیغمبري كير صلى الله عليه وسلم خلقي بترتر حش قرآني كير معنوي تو نزيك تري بخدي تعالى وخدي تعالى حشتنك تو نسع كي خلقي تشد بيجيتن يعني قالك جارة يعني ام بهندك تشتاد عاطفة موارد جريتن يعني اتوقتي پیغمبري ده عليه الصلاة والسلام خلقينا تقول پیغمبري شاعر ومجنون وكذاب وتقول پیغمبري آمنه عليه الصلاة والسلام پیغمبري گوه خود دايه گوه خانه دايه وظيفة خوا اداد كر مهمة خوا اداد كر انسان تفيد برويلي نبيد كا خلقي دي ترشد بيجيد تفيد كاتا چه هيتوني شا خلقي بده بضاعة او تشتي تهي او تو تجارتي بيت كي نيشا خلقي بده ده خلق اشتبك ريتن او دين انتهاي او هو باقج بجين نشا خلقي بده تشوله بتشتي بيسي خلقي نينه بلا خلقي بيجي بلا بيجيته خلقي ود قلت پیغمبري بس خدي تعالى ابدين عزيز كران تو گوی خانه دي خلقي بيجي تو سحكي تچ هي نشا خلقي بده خلقي باش دي تشتي ورغيريته بجاش بن هندي قال لي خشك بلا وظيفه ما او ام تشتي خاني شا خلقي بده او دينه به هو بيروز مبارك ابي هو خوش أبي الرحم تيدا هاي بو دنيا بو قيامتي وبو بشرية خراكي تبتويني شا خلقي بده وظيفة ما أوى إجبان هندي خدي تعالى بيجيتن أبا مهمة هوايا وأم الوي حديث نري النخاري وكي بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيجتمع واختلاف آياتها تخل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذ اهتديتم أف آية قالك أتخاندوت يا خدي تعال بشي أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم عليكم أنفسكم تو بشي خوا خلقي فتشيتن تشول بينينا يعني بلا في داية عن ضلالات تشيتن تشول بينينا أنا أبو بكر وقت سحكي لي أوصى تفسيرا معنا في آية كان قلت راوستك كمان والله إنكم لتضعون هذه الآية في غير موضعها قلت أفنا تفسيرا في آيته تفسير في آياته في شكل ده ناهتن بس هو صات هتن وكي پیغمبر عليه الصلاة والسلام بيجيتن إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعذاب خدي تعالى بيجيتن پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيجيتن أجر خلقي منكر ديد خرابي ديد گناه ديد معصيات ديد ونقهار
خدای تعالی در عقابك و عذابك و نخوشك بسر بینید. اف نخوشا بصل ما خرد بینید سبب چیه؟ چون ما اوامرت خدای تعالی پیغمبری ما بین خدا بجهنه اینانده، ما حقی نورگد، ما رحمت ما بین ایکودو نورگد، ما نصیحت و شیرت ایکودو نکرن. هر یکیش ما گوتی همه از و مشولب کسی مادم ازی باشه ما مشولب کسی کدی، مادم مالا منا باشه مشولب کسی کدی تنینه حتی همی خراب بود. بس اگر ما همیا خما ایکودو هبا ام چو باینه برسینگی ایکودو ما ایکودو باش کرد و ما نصیحت ایکودو کرد بانجی ام ندگهشتی نوی درجه و مرحلهش بر هندی گلی خوش کبرا گله کافر انسان بزانیتن نصیحت دلکی کتن اش بر هندی گلی خوش کبرا ایکش وان نوعیت نصیحت داشتی ما گوتی انسان بو خودی تعالی بکد توحید وحدانیت خودی تعالی نشه خلقی بدت عبدینا گلک خو الها نکن الهی کبتنی مستحق عبادتی یدی ترخر هندکن بشری بخوای چه کری چه اصل و چه اساس بونینه انسان زانیتن حلال و حرام او تشتی خودی تعالی حلال کری یه حلال و تشتی رب العالمین حرام کری او حرامه التوحید نصیحت بو خودی تعالی اهبه و نصیحت گلی خش کبره بو کتاب خودی تعالی کو انسان ایمان بقرآن ده هبیتن ویانا و قرآن دل مروی ده هبیت عمل کو قرآن ده انسانی هبیتن و بو پیغمبری علیه الصلاة والسلام کو محبت اوی پیغمبری دل مروی ده هبیتن طاعت اوی پیغمبری ما هبیتن ویانا اوی پیغمبری دل ما ده هبیت دیفچون اوی پیغمبری کریارت مذاهبیتن اوه معنای نصیحت پیغمبری انسان ور بگریتن و ائمه المسلمین گلی خوش برا دو کسن آن عالمه آن ملوك سياسية ودولة برايفت بتن أفهر دوك أئمة المسلمين أجر عالمك خلتيك خلالك الدفع بتبيت إنسان وخلالي وعيب درس بكتن شكو دين دي ويقف كي خلت هي تديار كلن بو خلقي دا آنجي عالمك آنجي قائدك مزنك بسلمانايا اگر خلاتي كرن تبيت نصيحت بو هنا كرنه اگر انسان عالمي خلاتي كيرو كسي نصيحت لنا كيرو نقولت ابا خلات ابا چينا بيت طبعا او تيجي خب دليل واثبات ونصيحت تبيت هكود بيجن ما بين ايكودو دا بيت نت علني تشكو قالك جاره هكا علني مروف بشت ايكي والله توي خلات احتمال ولا بيتنش اش اویدی و دفاعش خوابی کرد خلقی خودیار نکرد یه خلط دفاعش باطل خوابی کرد انسان هندک ریکت این انسان نصیحت ال اکودو بکرد بس تویت نصیحت لپیته که ندابانت او تشتی خلط تویت راست بیته و یادی تر مزنه بسلمانه جگلی که که ام نصیحت المزنه خونه کن هر تشتی که کر ام دیف کفتین و مدرس بو قطعان و مجی الگلوان هاری کاریاوی خلطیه کر معنی امجی شرکتوی خلطینه و ام یه دیکتاتور پیدا کنه و هنده دیکتاتور پیدا بد چکو هک هرچی خلطی کر ام دیف کفتین و مدرس بو قطعان و مخوب حالا بد و مگوتی ام دسته تی راست کاتچید بد امجی هاری تبکی اوی گفتی من هاری کاریاوی سر ظلمه و سر خلطیه کر بس اگر خلطی کر من هاری کاریاوی خلطیه نکر من دسته هاری کاریه بودرش نکر من هاری کاریاوی گناه و معصیت نکر آهوی گفت که اما معنای من نصیحت لیکر و من محاوله کر وی مروی جدیر بخم هر هو صاوه که پیغمبر علیه الصلاة والسلام بشتمه ولی عامة المسلمين افخل كر خودي ما جاچك چا من بيت كره من بيتن جنكا من بيتن ديكا من بيتن بابا من بيت افهميا جيراني من بيت مروفي من بيت افهميا حق نصيحتي يسر من هي هر خلت از ببینم ابدلك برحم اخفتنك خوش و شيرين بنافچاوت وكري نه نافچاوت طاري و گرتي و قصت نخوش و يدگيران نب اخفتنا خوش اش برهندي برخدي لقمان وقت نصيحت الكره خاطر شي قلت يا بني اخفتنا كخوش بشكل ام نصيحت عليك ودو بكين هي مش خدي تعالى او رب العالمين دين خال برد لي مشلين بك رب العالمين والما بك نصيحتي بكت دل مدكو ام بلاوا بكين رب العالمين والما بك ام همي جو خبدينا نصيحته وباشتر لي بكين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم أقول قولي هذا وإن الله قد أمر بأمر عميم فبدأ بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بعالم جنه وإنسه فقال وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، جمع الله بيننا وبينهم في روضات الجنات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا مستعان، حرم بمنك ولطفك وكرمك هذه الوجوه ووجوه آبائهم وأمهاتهم عن النيران. اللهم آمين آمين آمين. وصل اللهم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.